الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه على الكروس سيلينج او البيع الافقي وعرفنا ايه هو. النهارده انا جاي اقول لك على تريكايتين اتنين لو قدرت تعملهم في الكروس سيلينج هتقدر تعمله بطريقه كويسه ومنها تزود مبيعاتك. لكن قبل ما اقول لك على الطريقتين دول لازم نقدر نفرق كويس قوي بان احنا نبيع بذكاء للعميل او ان احنا نبان قدام العميل ان احنا بنبيع بالعافيه، لان العميل لو حس بده هيهرب منك والبيعه هتبوظ. تعال بقى اقول لك على التريكايتين. التريكايه الاولى، وانت بتعرض على العميل منتج لازم يكون مرتبط بالمنتج اللي هو جاي وكان ناوي يشتريه. يعني ايه الكلام ده؟ ان العميل مثلا جاي علشان خاطر يشتري لابتوب، انا بعرض عليه شنطه لللاب، بعرض عليه ماوس كويس، لكن ما اقدرش اعرض عليه واقول له انا عندي مثلا سماعه ايربودز كويسه. التريكايه الثانيه، اعرض على العميل قيمه المنتج وفايدته ليه وقد ايه المنتج دوت هو هيستفيد منه، وما تعرضش سعر المنتج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو العميل جاي علشان خاطر يشتري موبايل، انا بعرض على العميل بقول له ان انت جاي تشتري الموبايل ده والموبايل ده قيم، فانت لازم تاخد معاه سكرينه علشان خاطر نحافظ على الشاشه بتاعته، وكمان ناخد جراب علشان خاطر نحافظ على الموبايل والموبايل يعيش معانا بكفاءه ويعيش معانا اطول فتره ممكنه. هنا العميل هيحس ان انت بتحقق احتياجه وان انت معاه ويستجيب ليك، وتقدر انك انت تعمل الكروس سيلينج معاه بطريقه كويسه.